عيان عنده صداع ومش بيروح خالص، راح لدكتور المخ والاعصاب، طلب منه شويه اشاعات، لما جه عملها واداها للدكتور، الدكتور لقى ان كل الاشاعات بتاعته سليمه وما فيهاش اي حاجه. ساعتها دكتور المخ والاعصاب لاحظ ان رغم ان الصداع مزمن وشديد، الا ان شدته بتزيد جامد قوي لما بيتعرض لمواقف بتحسسه بالقلق الجامد، زي انه يكون مثلا قلقان من مواقف جديده، او قلقان من رد فعل مديره، او انه قلقان على صحه ولاده لدرجه ان هو بيدخل كل يوم بالليل وهم نايمين يطمن على صحتهم، يحط ودانه على صدرهم ويتاكد ان هم فعلا بيتنفسوا كويس وانهم عايشين. ساعتها دكتور المخ والاعصاب قال له دي اعراض للقلق، وانت محتاج ان انت تاخد علاج نفسي. معكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. عرض الصداع اللي بيجي للعيانين اللي هم بيكون عندهم قلق ده عرض شائع جدا، بيجي لاغلب مرضى القلق، ما كانش يعني 99% من مرضى القلق كمان. في اللحظه دي اهم شيء في بدايه العلاج النفسي ان انا ببدا ان انا اعلم العيان ان هو ازاي يعرف يتحكم في طريقه التنفس بتاعته، وان كل ما نظم نفسه وحاول ان هو يساعد جسمه ان هو يسترخي جدا، ابتدى يتنفس بشكل يعني هادي جدا، كل ما بدا ان هو يعمل الكلام ده بمنتهى الهدوء والراحه، كل ده ما هيساعده كتير جدا ان حده قلقه تقل. وبالاندماج في المهارات العلاجيه بالتدريج حده القلق دي هتبدا تقل، وكمان عرض الصداع هيبدا ان هو يروح. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.